يا مساء الورد والفل والجمال، ويا صباح الورد والفل والجمال والسعادة على اللي بيشوفوني الصبح واللي بيشوفوني بالليل. الفيديو ده مطبخ العروسة. هنشوف كمان أطقم الحلل والأجهزة الكهربائية وأطقم التوابل والرفايع. ويلا بينا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومش ننسى كده العروسة بدعوة حلوة كده من قلبكم، وعقبال كده أولادكم يا رب. حاجة جميلة خالص. المطبخ ده كان باللون الأزرق. هنشوف كمان العروسة جايبة كده أطقم من اللي هي البلاستيك اللي هي الكبيرة، اللي هي الأطباق. طبعا العروسة لما بتكون متجوزة في الأرياف بتجيب الحاجات دي، أما لما بتكون متجوزة في المدن يعني ما بتجيبش الحاجات الكبيرة دي كده، لأن الحاجات دي بتنفع في شغل العائلات وكده. بصوا ده كان هنا بقى رخامة المطبخ. طبعا كان فيها عليها كده كان الكاتل، وتحت كده كانت الغسالة، هي كانت جايباها كاملة. وكانت جايبة كمان غسالة نص كده اوتوماتيك. ده الكاتل الستانلس، وده صواني تقديم. في بقى صواني ستانلس، وفي صواني من اللي هي المليمين، وفي ازاز كمان. وده كده مجات بالحمل بتاعها. وده هنا طقم توزيع اللي هو الخشب، طبعا كده بالقعدة بتاعته كمان شكله حلو خالص. وده هنا بقى الازاز. يعني العروسة دي بصراحة كان ذوقها مايل للازاز السادة. بس بصوا بقى مش اي ازاز سادة، لا ده معروف بتكون خامة حلوة خالص. بصوا حتى اللمعة مش شعبي، لا ده حاجات كده خامة برندات حلوة خالص. ده كده كان مجات وكوبايات قصيرة وكوبايات من اللي هي الطويلة فوق كده. طبعا كل حاجة هفتحها لكم بالتفصيل. وهنا كانت صفات الأطباق، فيها بقى الأطباق الاستانلس والأطباق الألمونيا. طبعا الألمونيا بقى بتنفع بقى في البيض والفول والكلام اللي زي ده. والأطباق الاستانلس طبعا ده كده مستويات، يعني في صغير وفي كبير وكده. وتحت كده الكوبايات اللي هي المنقوش والسادة والبلاستيك. وده كمان صواني وقطعت خضار. وده صفاية الأطباق. طبعا ده كده لسه هنحط فيها بقى حاجات. وهنيجي كده الجهة التانية. ده كده طقم سكاكين، وفي جهة والجهة التانية في طقم سيليكون، وفي النص كده قطع خشب. يعني ده 3 في 1. بصراحة عجبني خالص، برضو كان شكل حلو كمان كده على الرخامة. وده كده كان صواني بقى بيتزا. طبعا صواني البيتزا بيكون الحرف بتاعها مش عالي، بتكون معروف. هنيجي بقى نفتح الضلف. ده هنا بقى اللي هو الشفشق الاستانلس. وفي كمان كده بقيت طقم الاستانلس اللي هو الاطباق، طبعا بالصواني ده مش تفتح. وده كمان علب اللي هي التخزين بتاعت التلاجة، ده كده بتكون 3 في بعض، بس عشان المكان وكده هم حاطينها في بعض. وده مجات ازاز. ومش تنسوا كده ميعادنا بكرة ان شاء الله في البث المباشر كل جمعة الساعة 8. قولي لي بقى في التعليقات عايزين تبقى الحلقة عن ايه وكده، واللي انتوا عايزينه تسألوه في جهاز العروسة. وده هنا بقى كان البوتاجاز. طبعا كان شكله حلو خالص. ده هنا بقى هنلاقي هنا بقى مقص، وهنلاقي كمان معالق وشوك. ده طبعا بنحط في الادراج، بس انا حطيتها على الرخامة عشان تبان اكتر. ده كده اطباق من اللي هي البلاستيك اللي هي بايد، ده بنحط فيها الفاكهة، ده للتلاجة، ده اطباق التلاجة. وده هنا حامل طبعا بالفناجين بالاطباق بتاعته دي للقهوة. هي بصراحة هي جايبة كذا واحد من ده واشكال مختلفة، وهتشوفوها دلوقتي. وده هنا طقم التوابل اللي هو الصيني. وده طقم التوابل التاني اللي هو الدوار. وده صواني كده تقديم من اليمين. هنيجي بقى للادراج الرفيع بقى، هنشوف المقصات والولاعة. وكمان هنا احبال الغسيل وهرسة البطاطس وفرشة الطعام. وده هنا الكبشة والمقصوصة ومعالق كمان. طبعا العروسة بتجيب معالق وسكاكين غير شنطة المعالق والسكاكين. يعني ده كده بتكون في الادراج، والتانية بتكون في الشنط بتاعتها. وده هنا الشياطة. ده طبعا ده بتاعت السوبر اللهلوبة اللي هي بتاعت المسيح. وتحت كده ده قمع الكريم شانتيه. طبعا ده للتورت والجاتوهات. وده هنا بقى كذلك. بصوا حتى
البخاخة اللي هي البلاستيك. ده هنا قشرة البطاطس، هي جايبة 2 قشرة خضار، طبعا المبشرة، وكمان ده مصفى البطاطس. وهنا بقى الجوانتات، وده كده قالب اللي هو زي الكب كيك، ده للفرن طبعا، ده بينفع حلو خالص طبعا في الكيكات والكلام اللي زي ده. ده هنا بقى قطعت البيتزا ومسكت الطعام، وقطعت الحلويات اللي هي البسبوسة. وده مصافي، طقمين مصافي، في طقم صغير وفي طقم كبير، وكل طقم فيه 3. وده قوالب الكب كيك اللي هي باللون الاسمر دي. بصراحة العروسة ذوقها حلو جدا جدا جدا. ومش تنسوا كده تبعتوا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم على الواتس وعلى الخاص، عشان اللي ناقصها اي حاجة تكملها. وطبعا تحت دي مريالة المطبخ، وده كمان كان غطا التلاجة، غطا الغسالة اللي هو حافظ الغسالة. وده هنا مشابك الغسيل، طبعا في مشابك الكبيرة دي بتكون للبطاطين، والباقي ده بتكون للهدوم وكده. وده هنا بقى التلاجة، ده كان باللون الرصاصي. وده كمان طقم فنجان بالحامل بالأطباق، ده للقهوة. ده طقم ستانلس اللي هو الكنك بالحامل، وده الفرن الكهربائي. وده شيالة الكحك والبسكوت والشوكولاتات وكده. وده هنا صواني تقديم، بصراحة العروسة جايبة صواني تقديم حلوة خالص. وده كده الطقم التالت، ده شكله حلو خالص، ده باللون البني كده واللون الكافيه الفاتح والغامق. ده طبعا للقهوة بالحامل. وده هنا بقى طقم التوزيع اللي هو الاستانلس، كان شكله حلو خالص باللون الكحلي. انا اول ما دخلت المطبخ ده قلت الطقم ده لاقي على المطبخ باللون الكحلي، شكله حلو جدا جدا. هنزل بقى تحت كده، بصوا بقى كمية بقى البراد والكنك ما حصلتش، لا وكلها من الحاجات الحلوة، الخامة الحلوة مش الشعبي. بصوا زي ما انتوا شايفين، وهتشوفوا كمان اطقم الحلل حلوة خالص، والبرندات بتاعتها حلوة، وماركات حلوة ومعروفة. وده هنا شفاشق بلاستيك، على فكرة ده كان 8، لو عديتهم هتلاقوهم 8، يعني من كل حاجة جايبة كمية كويسة حقيقي. وده هنا طقم الحلل اللي هو طقم البوتاجاز، ده 10، طبعا ال10 بيكون معروف، الخامة بتاعته بتكون حلوة، وكمان الوسع بتاعه بيكون حلو. وده هنا طاسات القلي. وده هنا طاسات تانية، ده المحاشر، اطقم محاشر، وفي صواني هنا للفرن، يعني ده 3 كده، صواني للفرن والمحاشر، واللي هو ايه طاسات القلي، وكمان الهوم. يعني كمان العروسة لما بتكون داخلة في الأرياف غير لما بتكون داخلة في المدن. بصوا بقى الحلل، أطقم الحلل بقى بقول لكم حاجة جميلة خالص. يعني الطقم جاي فيه لبانة، وجاي فيه كمان صواني فرن، وجاي فيه جريل، وجاي فيه طاسات قلي. يعني دي اهي، دي صينية للفرن، والاتنين دول اللي جريل والقلاية. وده كده طقم الاستانلس. بصوا يعني حتى انتوا مش يعني، وانا بشيل دي كده كانت الخامة بتاعتها كانت تقيلة جدا جدا كمان، يعني باينة ومعروفة اللي هي الحاجات دي برندات، وخامتها حاجة حلوة خالص. وده هنا بقى ده كده طقم صواني اللي هو البايركس، اللي هو اللي في العلبة اللي تحت دي، بس طبعا هم مش طالعين بالكرتونة. ودي كده برضو بتاعت صواني اللي هي التقديم للشوكولاتات والحلويات على شكل ورد. وده هنا ترمس الشاي، ده هنا 2. والتانية دي كده مكنة العيش. والأطباق اللي هي الخضرة دي ده كده دي للمقبلات وكده، اللي بقى سوداني ترمس حاجات من دي.
تنحط كده على الصواني، شكلها حلو خالص على شكل ورقة الشجر. ده كمان طقم حلل اللي هو السيراميك. بقول لكم والله كل لما اشيل حاجه من اطقم الحلل دي، بصوا الخامه بتاعتها حاجه كده تقيله، يعني مش من الحاجه اللي هي الشعبي. بقول لكم ذوق العروسه دي حلو خالص، عارفه هي بتشتري ايه، عارفه الحلو من الوحش او كده. وده طقم السمك ده الازاز، واللي فرحوا ده طقم اشكال للجاتوه، اللي هو للفرن للكيك وكده. طبعا ده بيتفتح من الجنب. طبعا كمان لو في مكان في المطبخ كان طقم السمك ده كان هنحط على الشيلات، كان شكله هيبان اكتر كمان. وده هنا المليمين، طقم المليمين. طبعا العروسة بتجيب 2، بتحط واحد في المطبخ والتاني بتحطه في البار او برضه في المطبخ كمان. وده هنا بقى صواني وكاسات وكوبايات. طبعا الصواني بتكون ورا الكوبايات كده في المطبخ من ورا. ده هنا بقى التربو. طبعا الشقة انا نزلت لكم الشقة الفيديو اللي فات، وهسيب لكم اللينك بتاعها في التعليقات. في اول كده التعليقات، في تعليق مثبت اضغطوا عليه وهيوريكم الفيديو كامل للشقة. الشقة برضو كانت جميلة جدا جدا جدا. ده هنا بقى ثبت بلاستيك من اللي هو الكبير. وده كده برضو ده للتخزين المية او الرز الابيض وكده. وده هنا صواني اللي هي الستانلس، وصواني من اللي هي الميليمين، دي صواني العشاء. وده كمان الخلاط اللي هو الكبير اللي هو 7 قطع. وده هنا برضو ازاز. وفي الجهة التانية كده من فوق ده كده شنطة السوق، واطباق البلاستيك اللي هي الكبيرة الاحجام الكبيرة، والألمونيا الفلاحي. طبعا الألمونيا بقى طشت الكيلة، والحلل اللي هي الشاورما. يعني العروسة هنا جايبة 6 حلل. وفي ورا كده صواني من اللي هي الفرن برضو، اللي هي الألمونيا. عفوا. وفي هنا بقى العجانات اللي هي الستانلس، ده طبعا بتكون 2 في بعض. طبعا كمان في حاجات بتكون فوق المطبخ من فوق كمان بتكون في بعض كده، في حاجات كمان ما بتبانش. يا رب الفيديو يكون عجبكم. مش تنسونا بقى باللايك والشير، والأول مرة يدخل على القناة يعمل لنا اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ فتحية فاروق. وقولوا لي ايه بقى رأيكم في مطبخ العروسة.